وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع، احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. ربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفي الاستاذ ايهاب ويعافيه. وربنا يشفي ام نواف، ربنا يشفيك يا حبيبة قلبي ويشفي كل مريض. ربنا يشفيك يا ام اماني ويشفي كل مريض. ربنا يشفيك يا مريم، يا حاجة مريم، ويشفي كل مريض. ربنا يطمني عليك يا علا انت وشمرية يا حبيبة قلبي. وربنا يخلي لي متابعيني الحلوين الغاليين المحترمين، وربنا ما يوريني فيهم اي حاجة وحشة لا هم ولا حبايبهم. ويا رب دايما يا حبايب قلبي يا متابعين الكرام من سعادة لسعادة ومن فرحة لفرحة، وربنا ما يحرمكوش من حبايبكم. طبعا كلنا عارفين ان اليوتيوب فيه احداث كتيرة جدا، وكل اصحاب المحتوى كل حركة كل نفس بيعملوه او بيقوموا بيه في حياتهم بيصوروه. في البداية الفيديو اقول لابو احمد حمادة داوود الف سلامة وعافية عليك، وربنا يتم شفاك على خير من العملية الجراحية. بس صدقني العملية الجراحية اللي انت عملتها ديت كتير جدا من اصحاب المهنة بتاعتك بيعملوها. حتى انا ليا اخ مازال يعني بيسوق عربيته، بس ما بيسوقهاش على الطريق وما بيحملش انفار للبيت بس كده. كان جاله برضو العملية ديت وعملها، يعني الحمد لله على كل حال. بس لازم من المتابعة الدورية، لان لا قدر الله لا قدر الله ممكن يحصل حاجات مش كويسة او اورام مش كويسة في المنطقة ديت. فربنا يشفي كل مريض يا رب، ويا رب يتم شفاك على خير ويخليك لأولادك ويفرحك ببناتك. وربنا ينجح شهد هي وكل طلبة الثانوية العامة، وربنا ينجح لمي وينجح كل طلبة الجامعات يا رب العالمين. ده كان أول حاجة عندنا. تمنينا الشفاء لأبو حمادة لأبو أحمد، وربنا يسعده ويسعد أولاده إن شاء الله ويشفي كل مريض. تاني موضوع عايزين نتكلم فيه، دخول شهيرة في بث مين؟ في بث داليا. ايه السبب انك انت تدخلي وتحاولي بكلامك يعني شبه توقعي عايزة توقعي بين ريري وداليا؟ معروف ان كل اتنين بينهم وبين بعض خلاف، بيقولوا لبعض كتير وبيتكلموا عن بعض كتير. عادي، ده شيء عادي وشيء طبيعي. بس اللي مش عادي ومش طبيعي انك تدخلي مخصوص البث عشان تتكلمي في موضوع زي ده وفي التوقيت ده، الا اذا كنت عايزة تصرفي نظرنا عن احداث هتحصل او حصلت الايام ديت ومش عايزة الناس تتناولها ويتلبخوا في الخلاف اللي ممكن يحصل بين ريري وبين داليا. لكن انت ما تعرفيش ان احنا الحمد لله واخدين الدرس ومتعلمين الدرس كويس جدا جدا جدا. وريري محترمة وداليا برضو محترمة، وريري بنت حلال وما فيش اي حد يختلف عليه ولا يختلف على اخلاقها. وربنا يبعد عننا الحاقدين والحاسدين. ويا ريت احنا مشينا في طريق وانتم مشيتوا في طريق، فكل انسان يمشي في طريقه. دول كلمتين كنت عايزه اقولهم، لان انا صحيت من النوم على بث لداليا وكان فيه خلافات كتير
وكان في برضو زعل من ام شهد على كلمة فهمتها برضو ان هي ممكن تكون بتتقال على عيالها وعلى رجالتنا عموما. هي ممكن كلمة تزعل، بس يعني يا ام شهد معلش، انت قلبك كبير وست نظيفة وست عمرك ما بتشتالي اي حاجة وحشة في قلبك لحد. سامحي يا حبيبة قلبي زي ما دايما بتسامحي. ربنا يخليكي ويديك الصحة يا ام شهد، يا اجمل ام شهد. انا ما تخيلش اليوتيوب من غيرك يا ام شهد. والف تحية والف تقدير لكل ست زيك يا ام شهد، مكفية على اولادها بتربي فيهم، ومسؤولية صعبة في الزمن اللي احنا فيه ده. فربنا يا حبيبة قلبي يكتب لك الخير دايما ويرزقك من واسع فضله. ربنا يرزقك من واسع فضله يا ام شهد. احنا كلنا بنحبك وبنعزك وما نرضاش ابدا انك تكوني زعلانه. الابتسامه ام شهد، الاحترام ام شهد، الادب ام شهد. انت حبيبتنا يا ام شهد، وما نقدرش ابدا ابدا نتخيل اليوتيوب الساحه اللي ربنا يعلم بها دي من غير واحده محترمه زيك تخلينا نشوف. هي اللي بتخلينا نشوف النور في وسط الضلمة والعتمة اللي احنا فيه. ربنا يديلك الصحة ويخليلك أولادك ويعينك يا حبيبة قلبي على تربيتهم. ربنا يعينك على تربيتهم، ربنا يعينك على تربيتهم ويكتب لك كل هنا وكل سعادة وكل فرح، والرزق الوفير دايما يكون صاحبك ومعاكي وملازمك يا ام شهد، لانك انت تستحقي كل خير. حبيبتي الغالية سلطانة القلوب ام شهد، ما احبش ابدا اشوفك زعلانة ابدا، لانك انت يعني مثل مشرف للست المصرية المكافحة المؤدبة المحترمة. ربنا يخليكي اخت عزيزة وغالية على قلبي، ويعلم ربنا اني بحبك في الله من زمان مش من دلوقتي. وانت عارفة يا مشاهد ان انا بحبك قد ايه وبعزك قد ايه، وعارفة ان انت كمان بتحبيني، وعارفة بمعنى اصح انك ما بتكرهيش حد وما بتكرهيش الخير، ما بتكرهيش الخير لأي حد، بالعكس انت بتحب الخير للناس كلها. ربنا يديك الصحة والعافية ويحميكي يا حبيبة قلبي. خبر يا حبايب قلبي اتردد في أركان اليوتيوب، بس وفي ناس من اخواتنا في السعودية أكدوا عليه، لكن لغاية الآن احنا مش عارفين إذا كان الخبر ده صحيح. فيه ناس يا ولاد بيقولوا إن أفيونة اتقبض عليه بفلوس ومخدرات، وفي ناس بيقولوا لأ ما اتقبضش عليه بفلوس، اتقبض عليه بمخدرات. إن كان بالفعل وحقيقي اتقبض عليه بحاجة زي ديت، فيعني انت يعني ربنا كشف ستره عنك، لأنه سطرك كتير واداك فرص كتير ووقف لك ناس كتير تساعدك، ومع ذلك انت مصر انك تمشي في الطريق اللي مش كويس ده، لو كنت فعلا انقبض عليك بسبب مخدرات. الشيخ ام ناصر في الفترة الأخيرة يعني دعمتك بحوالي $500,000 اللي ما كانش اكتر، علشان التلاجات والحاجات اللي انت بتقول عليها ديت علشان تنزل. بس انت شكلك كده استحليت ان انت تاخد فلوس على قفا الحريم، على قفا الستات، وعايش كده يعني زي اللي بيقولوها خايب بلاده خايب بلاد الناس. ما خلصتش نفسك ليه ونزلت بلدك؟ وهل يا حبايب قلبي لو هو بالفعل اتقبض عليه ده يعني هيكون مصيره ايه؟ يعني قولوا لي هيكون مصيره ايه؟ هل هيتحبس كام شهر زي ما اتحبس قبل كده، ولا دي حاجة كبيرة وهيتحبس مدة اكبر؟ وهو بكده لو فعلا حصل الكلام ده يبقى كده ظلم مراته وظلم ابنه اللي مستقبلهم بقى يعني في عداد المجهول، في عداد المجهول. فانا مانيش عارفة ازاي يعني يهون عليك تعمل في نفسك كده لو كنت بالفعل كده. واللي محير امري وبقول
ان ممكن يكون الموضوع ده مظبوط. متابعة بتسأل إبليسة كتامة في الفيديو اللي هي منزلاه وعمالة تغني فيه بتاع عيد الميلاد اللي عند بيت حنان أختيه، فبتقولها بالله عليكي طمنيني على أبو ساجد ضروري، وهل الكلام اللي احنا بنسمعه وعرفناه ده صح ولا مش صح؟ بهتان يا ولاد إبليسة كتامة ما ردتش عليه. بعدها بكومنتين 3 واحدة بتقول لها انت هتجوزي ابنك في سفر؟ قالت لها هو ممنوع ولا ايه؟ ومتابعة من متابعينها اللي شكلها بالظبط شبه اهانة الست، رغم ان السؤال سؤال عادي ما فيهوش اي حاجة. فهل لو هو بالفعل ما انقبضش عليه مش كانت طمنت متابعينها وقالت لا هو ما انقبضش عليه ودي مجرد اشاعه؟ طب هل انقبض عليه ولا ما انقبضش عليه؟ يعني على كومنت عادي ردت، وعلى كومنت زي ده ما ردتش، رغم ان ده كان اول كومنت يدخل على الفيديو بتاعها. مش عارفه ليه، ولا هي مسحته ولا هي ردت عليه. فايا كان، لو كان بالفعل اتقبض عليه فهو اللي كده يبقى غلط في حق نفسه، لان ربنا اداله فرص كتيرة جدا ان هو يعدل حياته ويظبط دنيته، بس هو اللي للأسف الشديد اختار طريق الشيطان او اختار طريق اللي مش مظبوط. ده لو كان بالفعل انقبض عليه. واللي محيرني زي ما قلت لكم ان ابليسة كتامة او بهتان ما ردتش على التعليق، رغم ان هو لو كان كويس ايه اللي يخليه ما تردش ولا تطمن الناس على الموضوع ده، سواء كان انقبض عليه ولا ما انقبضش عليه. وان كان انقبض عليه اقول لك يا مناصر ده ذنب ناس غلابه، انت دفعت فلوسك يعني في مكان مش مظبوط لراجل شاب صحته كويسه دايما عايش على معونة الستات وعلى عرق النسوان للأسف الشديد، وظالم ابنه وظالم مراته، وانت كمان ساعدتيه على انه يفضل يظلم. اهلنا في غزة ما همش لاقيين لا اكل ولا شرب. انا سمعت احصائية وشفت بعناية في برنامج اكتر من 66 طفل ماتوا فقر دم من جوع ومن سوء تغذية. يبقى ندي لأفيونة يتشنكح ويجيب مخدرات ويشرب، ونسيب أهل غزة الغلابة محتاجين كل قرش. لك الله يا غزة، ولك صحاب القلوب الرحيمة. ربنا معاكم وينصركم.